ازيكم؟ انا مي. بيجي علينا اوقات عايزين نشرب كده كوبايه شاي وما بيجيش في دماغنا غير البسكوت. والنهارده هنعمل كوكيز العسل الاقتصادي بتاع الافران بمكونات سهله وبسيطه وموجوده عندنا كلنا ان شاء الله باذن الله يعني. فالنهارده هنعمل كوكيز العسل الاقتصادي. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك لو عجبكم الفيديو وتعملوا لي اشتراك في القناه. مبدئيا كده كل المكونات هتبقى بدرجة حرارة الغرفة. هنحتاج بيضة، فانيليا، نص كوباية زبدة، وكوباية عسل أسمر، و3 كوبايات ونص دقيق. مبدئيا كل دقيق بيختلف عن الدقيق التاني، يعني هنحط 3 ونستنى نشوف العجينة هتعمل ايه معانا وبعدين هنحط النص التاني. حطيت البيضة وحطيت الفانيليا ودلوقتي هنزل عليهم الزبدة وهبدأ أقلب بمضرب اليدوي لغاية ما يبقى قوامهم كريمي كده ويفتح، وبعدين هننزل عليهم العسل الأسمر. ولو العسل الأسمر عندك في التلاجة هنبقى برضك مطلعينه مع المكونات قبل ما نشتغل، يعني كل حاجة تبقى بدرجة حرارة الغرفة. هحط البيكنج باودر على الدقيق، وطبعا انا نخلة الدقيق قبل ما ابدأ الفيديو. هقلبه كده وانزله على دفعتين. البسكوتات والكوكيز ما بتعجنوش، هما بيتقلبوا بالسباتولا خلاص. بحط رشة الملح هفضل اقلب لغايه ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. اهم حاجه ما تكونش بتلزق ولا بتكون بتشقق. كده بقى القوام اللي انا عايزاه، مش مشقق من بره ومفيهوش اي حاجه، والحمد لله طلع زي الفل. كده عملتها كوره وضغطت عليها، وبعدين هزينها بالشوكليت شيبس. وهنا بقى تيجي مرحله الولاد بقى، الحته اللي احنا محتاجينهم فيه. احنا هنعمل البسكوت، هنضغط عليه كده ونكوره ونشكله، وهندي بقى هندي للاطفال بقى. انا مش عارفه، انا حيرانه ليه عماله اودي هنا واجيب هنا، مش عارفه ليه. هنشكل الكميه كلها بالطريقه ديت، وبعدين نحط شوكليت شيبس، وبعدين بقى ننادي للولاد بقى. وهنا بقى جت فريده.
الولاد بيبقوا مبسوطين جدا لما بيساعدونا في المطبخ. يعني الكوكيز لما نعمله يجوا هنا مثلا ايه يزودوا هما تشوكلت او هما هياكلوها اصلا بس هما بيحبوا يقفوا معانا جدا في المطبخ. بس للأسف يعني شوية كده وشكلنا ما كانتش عايزة نعمل، وواضح ان احنا كنا بنشاكل. بعد ما شكلت الكمية كلها وحطيت الشوكولاتة كلها هندخله الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني. بالنسبة بقى للوقت السوا بتاعه كل فرن يختلف عن الفرن التاني. يعني في فرن حامي شوية وفي فرن برضك مش حامي، فهو على حسب الفرن بتاعك. هو ممكن يعني ياخد معاكي تلت ساعة، بس هنشوف من تحت بالبسكوتية من تحت. هنشوف لما تحمر هنطفي من تحت ونشغل الجريل تاخد لون ذهبي صغنون كده، وهيطلع زي القمر زي ما انتوا شايفين كده. وبجد طلع حلو، ما كنتش اتوقع انه بمقادير بسيطة كده نطلع بالجمال ده. يلا اشوفكم فيديو تاني وباي باي.